اكتشفوا أمرها أنها تأكل الأطفال. أصيبت بالسعار. يا عروة وينك يا ظلمة؟ شايفين مكتوب هنا على الجدار أو الصخرة غار ظلمة. هذا هو الغار زي ما تشوفون. ظلمة. هل في حد سمع قبل كده عن آكلي لحوم البشر في السعودية؟ قصتنا النهاردة أحداثها حقيقية وحصلت من 300 سنة. قصتنا النهاردة بتحكي عن واحدة ست اسمها ظلمة، كانت ساكنة في السعودية، تحديدا في منطقة اسمها حائل، منطقة صحراوية قحط مفيش فيها لا أخضر ولا يابس، وأهلها بيعانوا من الفقر الشديد جدا. ظلمة زيها زي أي بنت اتجوزت من راجل من قرية اسمها كفار، وبعد فترة من الجواز ظلمة خلفت بنت اسمها عروة، كانت جميلة جدا والقرية كلها كانت بتشهد بجمالها. وفي يوم من الأيام اختفى زوج ظلمة في ظروف غامضة. في البداية أهل القرية كانوا بيبعتوا اللي بيقدروا عليه لظلمة وبنتها عروة، بس بعد فترة أهل القرية بطلوا إن هم يبعتوا أي حاجة، لأن الحمد لله الفقر عم على القرية كلها وما عادوش بيبعتوا أي حاجة. وفي يوم من الأيام ظلمة وهي قاعدة هي وبنتها عروة ساعة المغرب سمعوا صوت طفل بيعيط. الطفل ده كان بيلعب مع أصحابه وتقريبا كده تاه منهم وكان بيعيط. ظلمة خرجت له وقالت له تعالى يا حبيبي أنا هرجعك لأهلك بس ما تعيطش. بس طبعا كان جواها شر، فبنتها سألتها قالت لها ليه يا ماما احنا هنعمل بيه ايه؟ قالت لها اخرجي انتي ولعي على الحلة اللي بنطبخ فيها وحطي فيها مية وحطيها على النار وملكيش دعوة. عروة بنتها خرجت وولعت النار وولعت على الحلة وظبطت الدنيا. عروة لما دخلت لوالدتها لقيتها ان هي خلصت على الطفل وقطعته وقالت لها ان ده غدانا النهارده. عروة من كتر الفقر الشديد اللي كانوا عايشين فيه ما اتكلمتش وما استغربتش، وفضلوا ياكلوا في لحمه كام يوم لحد ما خلصوا عليه نهائي. بعد كده صابهم مرض السعار والموضوع اتطور معاهم وبدأ ان هم يخطفوا اطفال كتير من القرية. اهل القرية استغربوا وقالوا مش معقول الاطفال دي كلها بتتوه في الصحراء، اكيد في حاجة غلط. اهل القرية فضلوا متربصين لاي حركة عشان يعرفوا الاطفال دي بتختفي بتروح فين. ظلمة وعروة بنتها خافوا ان هم يتفضحوا وينكشف امرهم واهل القرية يعرفوا ان هم اللي بيخطفوا الاطفال وبياكلوهم. ظلمة كانت ذكية جدا. ظلمة راحت خبطت على جارتها وقالت لها ان هم رايحين يدوروا على جوزهم اللي اختفى من سنين عشان ما يتفضحش امرهم اكتر من كده. وفعلا ظلمة خدت بنتها واتجهوا على جبل غرب مدينة كفار. جنب الجبل ده كان في طريق بتمر منه القوافل والناس المسافرة اللي جاية من غرب مدينة حائل. وأول ليلة ليهم في الغار قعدوا وخططوا ودرسوا المنطقة كويس ودرسوا ازاي هيصطادوا بعد كده فريسهم. وكانت عروة بنتها معروف عنها ان هي جميلة جدا، وكانت مهمتها ان عروة تطلع على الطريق تصطاد الفريسة بتاعتهم، وبعد كده ظلمة والدتها هتقوم باللازم. وفعلا عروة خرجت على الطريق واصطادت اول فريسة. اول شاب كان معدي وقفته طبعا بسبب جمالها، قالت له انا ووالدتي ست مريضة قاعدين في الغار اللي هناك ده لوحدنا ووالدتي محتاجة مساعدة، فبعد اذنك تعالى شوف والدتي ولو تقدر ان انت تساعدها. وفعلا دخل معاها الشاب للغار. عروة قالت له والدتي قاعدة في الغار ده، على ما انت تخش تشوف والدتي هعمل لك مشروب كده ضيافة على ما انت تدخل لها. وفعلا دخل الشاب عشان يشوف ظلمة اللي هي المفروض والدتها وتعبانة. ظلمة اول ما شافته سألته وقالت له انت دكتور؟ قال لها لا. قالت له خلاص انت مش هتقدر ان انت تساعدني، وطردته وقالت له اطلع بره. في الوقت ده كانت عروة واقفة فوق الغار ومعاها حجر كبير جدا. اول ما شافت الشاب زقلت عليه الحجر، والحجر من كتر ما هو كان كبير وضخم قدر ان هو يقتله. حجر اول ما نزل عليه الشاب وقع في ساعتها مات. وطبعا ظلمة خدته خلصت عليه وقطعته وشووه وفضلوا ياكلوا فيه لحد ما خلصوا عليه. وفي يوم ظلمة وهي قاعدة مع بنتها
كانت بتديها شوية نصايح كده عشان تعرف تصطاد الفرايس بتاعتها. قالت لها لو شفتي في يوم واحد معاه سلاح وبيتكلم كتير اعرفي ان ده واحد جبان والصيدة كويسة، هاتيه وتعالي. ولو لقيتي في يوم من الايام واحد معاه عصاية وكلامه قليل وما بيتكلمش، ده خافي منه، ابعدي عنه، اوعي تجيبيه. دي كانت بتنصحها نصايح عشان تعرف تصطاد الفرايس بتاعتها بعد كده. وفضلوا على الحال ده فترة لحد ما في يوم من الايام انتشر خبر ان في عصابة في جبل أجا بتخطف الناس. فاتجمعوا شوية شباب كده وقالوا ان احنا لازم نوصل للعصابة دي، وراحوا فعلا منطقة الجبل. بس الجبل كان كبير جدا، قعدوا يدوروا فيه بس ما قدروش ان هما يوصلوا لظلمة. وفي يوم من الايام كان في شاب اسمه سليمان، كان معروف عنه ان هو شجاع جدا وبيطلع رحلات صيد كتير وعارف المنطقة كويس جدا. وفي يوم من الايام سليمان وهو راجع من رحلة صيد هو والكلب بتاعه، فكان تعبان فقرر ان هو يستريح شوية، وهو طبعا عارف المنطقة كويس جدا وعارف ان فيه هنا غار. واول ما قرب من الغار الكلب بتاعه قعد يهوهو وينبح بطريقة هستيرية وكأنه شايف حاجة. فهنا سليمان قرر ان هو يخش جوه الغار عشان يعرف فيه ايه. اول ما قرب لقى فيه دخان وفيه نار وكأن حد قاعد هنا، واستغرب جدا ازاي ممكن حد يقعد في المنطقة المقطوعة دي. ودخل فعلا الغار، واول ما دخل الغار لقى شاب متكتف واسفل رجليه مسلوخة. هنا سليمان اتجنن واتخض وما بقاش عارف هو فيه ايه، وقرر ان هو يسأل الشاب. قال له انت ايه اللي عمل فيك كده؟ قال له روح بسرعة اجري وعرف القرية بتاعتنا ان فيه هنا عصابة بيخطفوا الرجالة وبياكلوا لحمهم. فهنا بص حوالين منه سليمان ولقى عظم ولقى جماجم ولقى ريحة وحشة جدا. وهنا سمع صوت حد داخل فاستخبى، فطلعت عروة هي اللي داخلة، مسكها وخلص عليها وقال للشاب خليك هنا انا راجع تاني. ظلمة اول ما رجعت وشافت بنتها مقتولة على الارض اتجننت وقررت ان هي لازم تعرف مين اللي عمل في بنتها كده وتنتقم لها. واتبعت الاثر وعرفت ان سليمان هو اللي عمل فيها كده. سليمان حس ان في حد ماشي ورا منه، بيبص ورا منه لقى منظر مرعب. شاف ظلمة كانت وحشة جدا وكان شعرها منكوش وكان شكلها يخوف وريحتها بشعة جدا. اداها اول طلقة جت في رجليها. السلاح زمان كان بيحتاج وقت عشان يتعمر مرة تانية. في الوقت ده كانت ظلمة قربت منه عشان تهجم عليه، بس هو الحمد لله ربنا نجاه وقدر ان هو يعمر السلاح في الوقت ده واداها الطلقة التانية وخلص عليها. وبعد ما سليمان خلص عليها وقع في الارض من شدة التعب واغمى عليه. كلب سليمان رجع القرية وقعد يهوهو وينبح بطريقة هستيرية. اهل القرية عرفوا ان سليمان في خطر واصابه مكروه، مشيوا ورا الكلب واتبعوا اثره لحد ما وصلوا لسليمان. ووصلوا لسليمان وفوقوه وحكى لهم كل اللي حصل، ودخلوا وانقذوا الشاب اللي في الغار وحكى لهم برضو كل اللي حصل. وبكده يكونوا قضوا على اكلة لحوم البشر ظلمة وعروة وبنتها. وبكده تكون قصتنا خلصت النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.